السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ أتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. هنتكلم النهاردة عن مشروع إطلاق 5G. ازاي المغرب بيجهز لشبكة الإنترنت 5G. الأهداف ورا المشروع ده، ازاي بيتم تنفيذه وتمويله، والتحديات اللي بتواجهه. المغرب بيجهز لإطلاق شبكة 5G الجديدة. المغرب بيتحرك بسرعة عشان يلحق بركب التكنولوجيا اللي في العالم كله، وده بسبب التحول الرقمي اللي ملهوش رجعة. الشبكات بتاعة الجيل الخامس 5G مش مجرد إنترنت أسرع، دي بقت العمود الفقري لأي اقتصاد رقمي عايز يبقى قوي ومنافس. المغرب فاهم الموضوع ده من بدري، مش بس عشان الناس تتصفح بسرعة، لكن عشان دي منصة استراتيجية لدعم الابتكارات الجديدة وتشجيع الاستثمارات وتطوير قطاعات حيوية زي الصحة والتعليم والصناعة والنقل. إطلاق شبكة 5G في المغرب جزء من خطة كبيرة اسمها المغرب الرقمي 2030، اللي هدفها تحويل البلد لمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، مستغلة موقعها الاستراتيجي وشراكتها الدولية والبنية التحتية القوية اللي بتتبني زي الكابلات البحرية ومراكز البيانات. قبل ما نغوص في التفاصيل، صلوا على النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان نواصل المشوار سوا. إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G في المغرب. ميعاد الإطلاق والقواعد. الوكالة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات ANRT أعلنت يوم 11 يوليو 2025 إنها فتحت باب تقديم العروض لشركات الاتصالات عشان يأخذوا رخص تشغيل شبكة 5G. ده كله جزء من استراتيجية المغرب الرقمي 2030. المتوقع أن الخدمة تبتدي تشتغل رسمياً في بداية نوفمبر 2025، يعني قبل ما كأس الأمم الأفريقية 2025 اللي هتتنظم في المغرب. الأهداف والوقت المحدد. الحكومة ناوية تغطي 25% من السكان بخدمة 5G لحد نهاية 2025، وبعدها توصل ل 70% من السكان بحلول 2030، بالتزامن مع تجهيزات استضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. المدن والخدمات في الأول. المرحلة الأولى هتغطي المدن الكبيرة زي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وأغادير. المشاريع المهمة زي المناطق الصناعية والجامعات ومراكز الأبحاث هتاخد أولوية. تعاون الشركات والبنية التحتية. في شهر مارس 2025 شركتي ماروك تيليكوم وإنوي أعلنوا عن إنشاء شركتين جداد، يوني فايبر لتركيب كابلات الفايبر، ويوني تاور لبناء أو تجديد 6000 برج اتصالات خلال 10 سنين. الاستثمار المبدئي للمشروع ده بحوالي 4.4 مليار درهم، وخدوا الرخصة الرسمية للشركتين في يونيو 2025. شركة أورنج ماروك برضو بتشتغل على خطتها الخاصة، وإن كانت لسه مشاركتها محدودة مع الشركتين الجداد. التحديات التقنية والتنظيمية. واحدة من أكبر المشاكل هي تفريغ الترددات اللي بتستخدمها قطاعات تانية زي المطارات والدفاع عشان 5G تشتغل عليها. وكالة ANRT هي المسؤولة عن حل المشكلة دي عشان الانتقال يكون سلس من غير ما الخدمات تتعطل. لحد نوفمبر 2024 مفيش أي كلام عن إطلاق شبكة 5G بالكامل ستاند-ألون SA، والمتوقع إنها هتبدأ الأول بالنسخة الأسهل NSA اللي بتشتغل على الشبكات الموجودة حالياً، وده بسبب التكلفة العالية لنسخة SA. رأي الناس في المغرب. بعض المستخدمين على موقع ريدت كان ليهم آراء مختلفة. أورنج وإنوي جاهزين من الناحية التقنية، لكن ماروك تيليكوم متأخرة في الإطلاق رغم إن 5G ظهرت على الخرائط بتاعتهم. القطاع لسه بطيء، الشركات مترددة إنها تعمل تحديثات أو تقلل الأسعار. لحد دلوقتي خدمات زي فولتي وفو واي فاي لسه مش شغالة رسمي في المغرب، وده دليل على بطء التطور في الاتصالات. ليه المغرب مستعجل على 5G؟ المغرب بيسرع وتيرة تطوير شبكة 5G لأسباب استراتيجية واقتصادية وتكنولوجية،
مش بس عشان يبقى زي باقي الدول، لكن لأهداف واضحة ومحددة. منها: 1. التحول الرقمي ضمن خطة المغرب الرقمي 2030. الحكومة المغربية حاطة خطة كبيرة عشان تعمل رقمنة لكل القطاعات: الإدارة، الصحة، التعليم، الصناعة، النقل، إلى آخره. وشبكة 5G هي العصب الأساسي لأي تحول رقمي حقيقي، عشان بتقدم سرعات إنترنت عالية جدا، زمن تأخير قليل جدا اللي هو latency، واتصال لعدد كبير من الأجهزة ال IoT و Smart Cities. 2. تجهيزات كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030. المغرب هيستضيف كأس الأمم الأفريقية 2025، وهيشارك في استضافة كأس العالم 2030 مع أسبانيا والبرتغال. وتطوير البنية التحتية الرقمية بما فيها 5G ضروري للنجاح اللوجستي والتنظيمي والإعلامي. وشبكة 5G هتخلي الحاجات دي ممكنة، زي البث المباشر بجودة عالية 4K أو 8K، استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز AR و VR في الاستادات، تحسين أنظمة الأمن والمراقبة. 3. جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير الصناعة. وجود 5G هيخلي المغرب أكثر جاذبية للمستثمرين، خصوصاً في المجالات دي: الصناعة الذكية Industry 4.0، مراكز البيانات Data Centers، شركات التكنولوجيا الناشئة. 4. خلق وظائف جديدة وتحفيز الاقتصاد. نشر الشبكة معناه: 1. مشاريع بنية تحتية كبيرة. 2. طلب على مهندسين وفنيين متخصصين. 3. نمو في شركات الخدمات والتطبيقات الرقمية. ف5G بيعتبر وسيلة لتقليل البطالة وتشجيع ريادة الأعمال. 5. دعم المدن الذكية والخدمات المستقبل. المغرب عنده طموح لبناء مدن ذكية زي الرباط والدار البيضاء، وشبكة 5G أساسية للمشاريع دي عشان تشغل المراقبة الذكية والتحكم في المرور والخدمات الطبية عن بعد. 6. المنافسة الإقليمية والدولية. دول كانية قريبة زي الجزائر وتونس بدأت تتحرك ناحية الجيل الخامس. المغرب مش عايز يفوته ركب التكنولوجيا العالمي، وعايز يفضل رائد إقليمي في شمال إفريقيا. هي الكابلات البحرية ليها علاقة بالموضوع ده. الكابلات البحرية دي جزء أساسي جدا من مشروع تطوير البنية التحتية الرقمية في المغرب، ومرتبط بشكل مباشر بتوسيع شبكة 5G. خليني أوضح لك الصورة بالكامل. إيه هي الكابلات البحرية وليه هي مهمة؟ الكابلات البحرية دي عبارة عن كابلات فايبر بصرية كبيرة ماشية تحت البحر، بتربط المغرب بأوروبا وأفريقيا وأمريكا. هي المسؤولة عن الإنترنت العالمي اللي بيوصلك، سرعة وجودة الاتصالات الدولية، نقل البيانات الضخمة بسرعة عالية، دعم الشبكات الحديثة زي 5G و 6G في المستقبل. المشاريع الرئيسية للكابلات البحرية: 1. كابل ميدوسا، بيمر بين البرتغال والمغرب والجزائر وتونس وفرنسا وإيطاليا. المغرب هيستقبل الكابل ده في مدينتي الدار البيضاء وطنجة. الهدف: تقوية سرعة الإنترنت الدولي في المغرب، وضمان إن البلد تكون مستقلة رقمياً. هيبدأ يشتغل تدريجياً من 2025. 2. كابل تو أفريكا، بيمر بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. المغرب هيستضيف نقاط مهمة ليه في مدينتي آسفي وطنجة. هيساهم في تقوية البنية التحتية ل 4G و 5G والذكاء الاصطناعي. علاقة الكابلات بشبكة الجيل الخامس. الكابل البحري إزاي بيخدم 5G في المغرب؟ بيزود سرعة الإنترنت الدولية. 5G محتاجة سرعات نقل بيانات عالية جدا، بتوصل ل10 جيجا بايت في الثانية. بيقلل زمن الاستجابة latency، وده أساسي لتطبيقات 5G زي الواقع المعزز والتحكم اللحظي. بيضمن استمرارية الخدمة وقت الضغط. كأس أفريقيا والعالم معناها ضغط رهيب على الشبكات.
بيدعم خدمات الحوسبة السحابية. 5G بتعتمد على الكلاود عشان تعالج البيانات بسرعة. الكابلات البحرية مش مجرد خط إنترنت خارجي، دي العمود الفقري لنجاح شبكة 5G. الاقتصاد الرقمي، أهداف المغرب إنه يكون مركز إقليمي للاتصالات بين أفريقيا وأوروبا. المغرب استخدم مزيج ذكي من المناقصات الرسمية والشراكات الاستراتيجية والاتفاقات بين القطاع الخاص والعام عشان ينفذ كل المشاريع دي الخاصة بال5G والكابلات البحرية والبنية الرقمية. المناقصات الرسمية خصوصاً للاتصالات. الوكالة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات ANRT هي اللي بتنظم السوق. في يوليو 2025 أطلقت ANRT رسمياً مناقصة عشان شركات الاتصالات تحصل على رخص 5G. الشركات الثلاثة الكبيرة ماروك تيليكوم، إنوي وأورنج ماروك قدموا عروضهم عشان ياخدوا رخص 5G تجارية. العملية دي زي أي مناقصة دولية بس موجهة للشركات المحلية. الشراكات بين الشركات، اتفاقات من غير مناقصة. بعض المشاريع ما اشتغلش فيها الحكومة مباشرة، لكن تمت من خلال اتفاقات مباشرة بين شركات الاتصالات، زي تأسيس شركتي يوني فايبر ويوني تاور من شركتي إنوي وماروك تيليكوم. الشراكات دي خاصة، لكن حصلت على ترخيص رسمي من ANRT في يوليو 2025. الكابلات البحرية، تعاون دولي وتمويل خارجي. مشاريع الكابلات زي ميدوزا وتو أفريكا اتعملت من خلال تحالفات دولية بقيادة شركات عالمية زي أورنج العالمية وفيسبوك أو ميتا وألكاتيل سبمارين نتوركس. المغرب شارك بيه توفير أماكن لإنزال الكابلات وإصدار التراخيص اللازمة. ما كانش فيه مناقصات علنية، لكن العملية كان فيها تنسيق قوي من الحكومة. تمويل المشاريع دي جه من مصادر مختلفة. استثمار مباشر للشركات زي ماروك تيليكوم وإنوي بتمول جزء كبير من الشبكات. تمويل أجنبي، بعض الكابلات بيمولها الاتحاد الأوروبي أو شركات عالمية. شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تعاون بين الدولة والقطاع الخاص في مشاريع البنية خصوصاً الفايبر. ملخص سريع: العنصر، الطريقة، رخص 5G من خلال مناقصات رسمية، طلبات عروض من ANRT، نشر الفايبر والأبراج من خلال شراكات خاصة مرخصة إنوي وماروك تيليكوم، الكابلات البحرية الدولية من خلال اتفاقيات دولية مباشرة من غير مناقصة بترخيص من الدولة، تمويل المشاريع من خلال مزيج من التمويل الخاص زائد الدعم الدولي زائد الشراكات. إطلاق شبكة الجيل الخامس في المغرب مش مجرد خطوة تقنية لتحديث الشبكات، ده تحول استراتيجي بيوضح طموح المغرب إنه يبني اقتصاد رقمي قوي ومنافس، قادر يواكب التطورات العالمية ويستوعب الابتكار في كل القطاعات. ورغم التحديات اللي موجودة زي التمويل وتفريغ الترددات، لكن المؤشرات الحالية بتبين إن في تقدم كبير في تنفيذ الرؤية دي من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص واستخدام آليات مختلفة زي المناقصات والشراكات والمشاريع الدولية. مع اقتراب الأحداث الكبيرة زي كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، شبكات 5G بقت أكتر من مجرد حاجة رقمية، دي بقت أداة وطنية عشان المغرب يثبت مكانته كمركز رئيسي في الاقتصاد الرقمي العالمي. إيه رأيكم يا حبايبي في الموضوع ده؟ لو وصلتوا لنهاية الفيديو اكتبوا آرائكم في التعليقات وما تنسوش الاشتراك في القناة، وأشوفكوا على خير الفيديو الجاي. سلام.